الساعه 12 الساعه 10 بالليل بيتحايلوا علينا ما افتحش المحضر. ده كلام مامة ياسين في المحكمة. طبعا دوشة والصوت مش واضح قوي، بس أنا هحاول أقول لكم اللي قالته. من الساعة 12 للساعة 10 بالليل بيتحايلوا عليا ما افتحش المحضر. سيبوني نعمل تحقيقات داخليه، سيبوني نشوف الكاميرات، سيبونا. مرضناش لدرجة إن محمود بيقول طب خلاص الولد يمشي يروح يعمل تقرير طبي في مستشفى حكومة، واحنا بعد ما نزلنا نستنى الولد علشان نروح نعمل التقرير ده، راحوا مرجعينه تاني. وبيقولوا لهم بقى اللي هي الإدارة بتاعة المدرسة بتقول لمامة ياسين فكروا في ابنكم، فكروا في مستقبله، هتعيشوا الناس العار، هتعيشوه بمصيبة. معاك جالي شخص انا ما اعرفوش اصلا، يعني اول مره اتعامل. جالي شخص أنا معرفوش أصلا، أول مرة أتعامل معاه، اسمه وليد الصبي. الراجل ده قال لها إحنا من الأمن الوطني. حضرتك عايز ايه؟ قال لي حضرتك ايه الولد؟ حضرتك احنا شايفين في الموضوع بتاع صعب حوار البنات ودي حاجه صعبه ومش عارفه ومش عارفه. قلت له والله الولد قال على الراجل بيقول لها الولد ومصلحة الولد وأنا عندي بنات. قال لها خلينا نتكلم في الواقع، لو جاب محامي ب3 جنيه هيعرف يطلعه من القضية. وحضرتك كده هتستفادي ايه؟ مش انتي كنتي عايزة الولد الكبير يدخل المدرسة، قصده ابنها الكبير اللي أكبر من ياسين، وميس وفاء مرضتش؟ أنا يا ستي من بكرة ولا ليكي هم ولا ليكي دعوة، ولا ليكي دعوة بمصاريف مدرسة، ولا ليكي دعوة بيونيفورم، ولا هتعملوا أي حاجة، والحد الثانوي قاعدين في المدرسة، قصده على ولادها الاتنين ياسين وأخوه، ووعد مني محدش هيجي يمهم. فهي قالت له هو أنا هدخل ابني الكبير على حساب شرف ابني الصغير؟ قال لها طب خلاص الواد احنا مش عايزينه في المدرسة. قالت له مين قالك ان انا هسيب ابني في المدرسة دي في المكان ده؟ انا لما دفعت مصاريف المدرسة، اولا هي المصاريف مش 8000 جنيه، المصاريف داخلة على 20000 غير السبلايز 5000 جنيه. في كلام كتير القاضي بيقوله بس انا مش سامعة منه حاجة، بس غالبا بيقول لها ليه دفعتي المصاريف كلها؟ فبتقول له انا ما كنتش هعرف اخد اوراقه غير لما ادفع المصاريف، غير لما ادفع مصاريف الترم التاني. الدكتور بقى عايز اطلع محبين حضرتك انا ما كنتش هعرف اخد اوراقه ومتعلقاته والفولو اب بتاعه اللي بيتاخد لما ادفع مصاريف الترم التاني. بعد إذنك أنا بعرفك اللي حصل بالظبط. بتقول ابني سليم 100% وحضرتك تقدر تطلب خبير. الطفل ليس له أي علاقة بفرط الحركة أو تشتت الانتباه. حضرتك عندك شهادات هنا والأوراق والشهادات بتاعته، والشهادات اللي كان بيستلمها مفيش مرة جاب أخضر. الأزرق ده يعني متفوق جدا. طبعا كل الماميز اللي ولادهم في مدارس خاصة فاهمين إن هي بتقول إيه، إن الأزرق ده معناها إن الولد بيجيب درجات عالية، وهي تقصد بكده إن ابنها يا حبيبي متفوق، يعني عقله سليم، يعني الولد ما فيهوش أي أمراض عقلية، لأنهم عايزين يطلعوا الولد غير سوي عقليا أو نفسيا. بتقول حتى الشهادة بتاعته حضرتك هتشوفها كلها اكسلنت. وبالنسبة لضعيف الكلام حضرتك إحنا جايين من بره، والإنجليش بره بيتكلموه قبل العربي. وأخوك كبير أصلا ما كانش بيتكلم ولا كلمة عربي. إحنا كنا في دبي بلد الإنجليش، فطبيعي إن هو يكون ضعيف في الكلام بس بيتكلم. وبتقول في شات بينها وبين المدرسة، والمدرسة بتقول لها ياسين في الجاردن ما بيطلعش الكلاس خالص. بعد كده المحامي بيتكلم وبتحصل دوشة جامدة، بس اسمعوا مثلا المحامي المتهم بيقول ايه، يعني منتهى البجاحة. حتى وان جاءت الاوراق حاليا هي ليه؟ النهارده يا فندم انا بحيي الام والاب اللي جايين النهارده بيتكلموا عن شرف ابنهم عشان يظهروا الحقيقه، الحقيقه ان النهارده جاي ربنا وانت زعلان. مين ده؟ نعرف مش هنحضر المحامي ده بيدافع عن المحامي مش القضية. زميلي وانا زميلي
وانا زميلي وانا ترفقا بالام يتنازل عن حق الراي على اعتبار ان ما ادت به الام الان ومغاير تماما لاقوال تحقيقات النيابه العامه. حضراتكم بعد 5 دقايق سالت الام دي هتقول لحضرتك روايه فواقع الدعوه اننا نحتكم بعد المولى عز وجل الى المحكمه تظهر الحق في الدعوه. ترفق مش هنرد عشان دي ام محترمين مشاعرها مش عايزين ولا مش محترم مشاعرها كنت عملت ايه؟ من الساعه 12 للساعه 10 بالليل بيتحايلوا علينا ما افتحش المحضر، يقولوا سيبوني نعمل تحقيقات داخليه، سيبوني نشوفوا الكاميرات، سيبونا